مع اقتراب مباريات الاهلي والاتحاد السعودي في كاس العالم للانديه، والبطوله اللي ممكن تختلف عن باقي البطولات اللي عدت الاهلي اللي شارك فيها من 2020 لحد 2023 اللي هي الاخيره اللي كانت في المغرب. ولكن الاختلاف في البطوله دي ان انت هتبدا بمباراه صعبه جدا قدام فريق زي الاتحاد السعودي، الفريق اللي في صاحب الارض والجمهور بيدعمه. حاجه تاني ان الفريق دلوقتي احنا من الثلاث مواجهات اللي بيننا من بعضيهم ما فزناش فيهم ولا ماتش. كانت اخر مواجهه بيننا بينهم في كاس العالم في 2005، وحتى المباراه اللي اتلعبت على ارضنا في مصر اللي هو كاس السوبر السعودي في مصر فاز الاتحاد السعودي برضه 3-2. ولكن برضه الحقيقه المقلقه في المباراه في البطوله دياتي ان النادي الاهلي لا في حالته الفنيه على مستوى الجميع ولا حتى على المستوى الفردي في اللعيبه. وحتى لما تيجي تبص في الفريق مع المباريات اللي لعبها سواء كانت في الدوري او حتى في السوبر الافريقي اللي خرجنا منه قدام صن داونز، او حتى في البطوله دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات، هتلاقي ان احنا لا مستوانا ولا حتى اداء لعيبه ولا اداء جماعي. فاحنا لما اخر مباراتين في الدوري تعادلنا مع الجونه وتعادلنا مع سموحه، وحتى في كاس السوبر الافريقي اللي هم 4 مباريات ما فزناش ولا ماتش وما حافظناش على سباقنا غير في مباراه واحده في مباراه صن داونز اللي هي في مصر. الحياه الثانيه المقلقه برضه ان انت في دوري ابطال افريقيا ما فزتش غير ماتش على مدياما وبقيه المطوشه تعادلات. فمع فرق المواجهات المباشره اللي بيننا وبين الاتحاد خلت المباراه بشويه حساسه بالنسبه للجمهور الاهلي، وده اللي هيخلي الجمهور مطالب من الاهلي يفوز باي كان النتيجه او باي كان الاداء. اهم حاجه تفوز، لان المباريات اللي بتبقى فيها يعني مثلا مباراه بيراميدز في السنوات الاخيره كانت مباراه حساسه بيننا وبين الاهلي، وحتى مباراه صن داونز حاليا في الوقت الحالي مباراه حساسه بيننا وبين النادي الاهلي. ودلوقتي لان طالما الفريق اللي قدامك متفوق عليك فالجمهور نفسه بيبقى متضايق ان الفريق ده متفوق لي هو مش احسن مني في حاجه، فبالتالي انا لازم اتفوق عليه او لازم ارد او لازم ارجع. خصوصا ان في جماهير الاتحاد السعودي يعني عامله لنا غسيل ومكوى زي ما بيقولوا على السوشيال ميديا وعلى الانترنت، ان هو الاهلي عادي، الاهلي فريق هيجي يتهزم ويمشي، الاهلي هياخد 3 و4. فده كله بيدينا احنا كجمهور لا لازم احنا نقف، ولازم الفريق يقف، ولازم الفريق يعمل بطوله رائعه. ولكن الغريب في المباراه في البطوله ان البطوله الماضيه اللي اتلعبت في ارض الوداد، ان احنا لما بدانا البطوله بدانا مع فريق زي سياتل اوكلاند سيتي، بعد كده دخلنا على فريق زي سياتل، فكانت البطوله تعتبر من الادوار التمهيديه، عكس مثلا البطوله دي اللي هنصطدم على طول في فريق زي الاتحاد السعودي. ولكن حتى الموسم الماضي او في البطوله الماضيه لما حتى قابلنا ريال مدريد وعملنا مباراه بالنسبه لنا كانت مباراه حلوه على الاداء، ولكن على اداء الجميع، ولكن الاداء الفردي كان في بعض اللعيبه اللي ضرب المركوب فيه. ولكن في الاخر ان احنا برضه ما عملناش المطلوب، وبرضه اتهزمنا برباعيه من ريال مدريد. برضه حتى في المباراه الاخيره اللي قدام فلامينجو تحديد المركز الثالث والرابع برضه اتهزمنا مع فريق زي فلامينجو بعد ما كنا فايزين 2-1، نزل واحد زي اليو ديانج تسبب في هدفين يخشوا فينا، مع طرد واحد زي محمد هاني اللي عمل فاول او عمل حركه ما يعملهاش لاعب كبير. فده برضه من بعض اللعيبه اللي هي تراخت او تهاونت او تخاذلت في الملعب ادت لهزيمتنا بعد ما كنا فايزين. وحتى محمد شريف ده انفراد كان ممكن يخلي 3-1 مش 2-1، بس يعني في الاول والاخر تخاذل اللعيبه برضه بيسبب كوارث في الفريق. ولكن على قد ما ان فريق الاتحاد السعودي عمل انتدابات وعمل صفقات حلوه على راسهم كريم بنزيما حامل الكره الذهبيه الموسم اللي قبل الماضي، وفابينيو بتاع ليفربول، وحتى نجودي كانت بتاع تشيلسي، وحتى اللاعب فابيو بتاع البرتغال. فبرضه انت لما تبص عليهم في جدول الترتيب في الدوري السعودي لا هتلاقيهم بعاد خالص في فرق 16 نقطه، لاعبين نفس عدد المباريات. ولكن الفريق ما تحسش ان هو بعد ما مشى المدرب الفرنسي نانو سانتو وقدوم المدرب الجديد دهوتي لسه الفريق ما لقيش نفسه لسه. ايوه تقول لي فاز على فريق زي اوكلاند سيتي 3، لا هقول لك في اوكلاند سيتي ده فريق يعني بالنسبه لنا احنا كحيان، ففريق انه يفوز عليه 3 عادي في مش اللي واو يعني. ولكن الغريب في الامر ان فريق زي الاتحاد السعودي برضه في رغم الصفقات وبرغم كل حاجه وبرغم ان عنده 2 رؤوس حربه، واحد زي كريم بنزيما وواحد زي بغداد بن جح عبد الرزاق حمد الله انا اسف، ولكن مع ذلك ما قدرش يؤدي
البطولة يخش في الدوري بالقوة اللي كان متوقعها على ان هو كان البطل الموسم الماضي. ولكن الغريب ان هو برضه مش هو الاتحاد اللي انت ممكن تقلق منه، ولكن اللي خوفنا في المباراة ان احنا نفسنا كفريق النادي الاهلي مش في حالة جماعية ولا حالة فردية ولا في اي حاجة هي تصلح ان احنا نلعب كورة اساسا في الفترة دي. ولكن لو برضه سمحت لحد دلوقتي فانت ممكن تعمل حتة اشتراك وحتة لايك بس، مش هتزعل.